بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله القائل في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مع برنامج غايات قرآنية، والحلقة إن شاء الله اليوم هي الحلقة الرابعة، ولا زلنا في المقدمات للدخول إن شاء الله إلى الغايات الكبرى في هذا القرآن الكريم. وكنا نتحدث في الحلقات السابقة عن مسمى الغايات وكذلك تعريف القرآن الكريم، وقد تحدثنا في الحلقة الثالثة عن تعريف القرآن وعن أسماء القرآن الكريم. ونواصل إن شاء الله اليوم في أوصاف الكتاب العزيز، وكذلك في تكوينه أو مكونات هذا القرآن وأقسام هذا القرآن، حتى إن شاء الله يتصور المتابع معنا قبل أن ندخل إلى الغايات لا بد أن يدخل الإنسان وقد مهد نفسه عقليا ونفسيا ومعرفيا بأنه ما هو هذا الكتاب الذي يتعامل معه. ونحن حقيقة البرنامج يستهدف قطاعات واسعة من الناس، ونحاول قدر الإمكان أن نبسط إن شاء الله لغة الخطاب، وأن نبسط في المفاهيم والأفكار حتى يكون إن شاء الله الجميع قد استفاد من هذا البرنامج. ندخل إن شاء الله في حلقة اليوم عن أوصاف القرآن. ذكرنا الحلقة السابقة 5 أو 6 أسماء للقرآن الكريم: الكتاب، القرآن، الذكر، النور، التنزيل، الفرقان. هذه من الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها كتابه. لكن بالنسبة للأوصاف، حقيقة وصف الله سبحانه وتعالى بالكثير من الأوصاف. لمن أراد كل ما وجدت حديث عن القرآن الكريم فإن الله سبحانه وتعالى يصف هذا القرآن بوصف معين. فالله عز وجل مثلا يصف كتابه بالمبين، هذا ما فيه من الإبانة والتوضيح والبيان، فهو مبين، كتاب مبين، يعني يزيل الشبهات ويزيل الشكوك ويوضح المسار. وهو صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا التباس. وهو الفصل الذي يفصل بين الآراء والأفكار والأطروحات والخلافات، ويفصل بين الناس في دنياهم على مستوى المفاهيم والفلسفات والأفكار، ما الصحيح منها وما الخطأ، ما الذي يتوافق مع الحق وما الذي هو من الباطل، وهكذا. فهو الفصل، وهو الذي بناء عليه يكون الفصل يوم القيامة كذلك. وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وهو السراج، وهو النبأ، وهو كلام الله. هذه كلها أوصاف، يعني تجد أن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه بأنه الحق، أنه السراج، وأنه النبأ لما يتضمنه من أخبار وأنباء، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الروح، نزل به الروح الأمين. وكذلك الله سبحانه يسمي كتابه روح، روحا من أمرنا. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالكتاب روح، كما أن الماء به حياة الأبدان، فإن الكتاب فيه أيضا حياة الأرواح. فهذا الكتاب روح تحيا به أرواحنا. كذلك هو الأمر، خلق الله سبحانه، الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. فالخلق اللي هو الكون والطبيعة من خلق الله سبحانه وتعالى، والكتاب من أمره سبحانه وتعالى، فهو الأمر. وهو يسميه الله عز وجل القول، يسميه أيضا القول، ويسميه سبحانه وتعالى الوحي، يسميه كذلك الوحي، ويسميه كذلك المجيد، هذا نوع من التعظيم. ويسميه العزيز، العزيز، ويسميه الحكيم، ويسميه العلي، والصدق والمبارك والعجب والعلم والهدى والرحمة والموعظة والشفاء والتذكرة والبلاغ والبشير والنذير والبصائر والبيان وحبل الله والبرهان. هذه كلها أوصاف لكتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كما ذكرت بأن الكتاب العزيز يخاطب الناس كما يقول العلامة الشاطبي بمعهود الأميين ومعهود العرب. معهود العرب أنها إذا عظمت شيء أكثرت أو كثرت من أوصافه. فانظر إلى كلام الله سبحانه الله كيف الآن جعل هذا الكتاب الذي بين أيدينا موصوف بكل هذه الأوصاف، وكل وصف من هذه الأوصاف يعني يمكن أن تأخذ منه شيء، ويمكن أن تأخذ من البشير البشارة، ومن النذير النذارة، ومن البصائر الله سبحانه وتعالى تأخذ من البصيرة، وهكذا. يعني أنت كل وصف من هذه الأوصاف تأخذ منه حال من الأحوال ومقام من المقامات ترتقي فيها إلى الله سبحانه
وتعالى. نأتي إلى تكوين وتقسيم القرآن الكريم حتى أيضا إن شاء الله يعني يساعدنا ذلك في التعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم كما هو معلوم للجميع يتكون من 30 جزء، يعني يتكون من 30 جزء على مستوى الأجزاء، فيه 30 جزء، وكل جزء من هذه الأجزاء فيه حزبين، يعني القرآن كله فيه 60 حزب و30 جزء، يعني الأجزاء 30 والأحزاب 60، يعني 60 حزب، وتقريبا كل جزء من هذه الأجزاء يعني في حدود 20 صفحة، بحيث 30 في 20 بتصل معك المصحف في حدود 600 604 من الصفحات. عدد السور في كتاب الله سبحانه وتعالى 114 سورة. القرآن كله عدد السور من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لو حسبتها بتلقاها 114 سورة، 114 سورة. عدد آيات الكتاب العزيز، عدد آيات كتاب الله سبحانه وتعالى 6236، أي 36 و206 آلاف آية. ومن حيث التقسيم بالنزول، نزول القرآن الكريم، فإنه يقسم إلى مكي وإلى مدني، القرآن المكي والقرآن المدني. الفاصل بكل بساطة لو أردنا أن نقول، يعني طبعا في كلام كثير جدا تجدونه في علوم القرآن حول ما هو المكي وما هو المدني، لكن هنالك فاصل إلى حد كبير يفصل بشكل دقيق، وهو الفاصل الزمني، وهو أن كل ما نزل ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة فهو مكي، يعني كل ما نزل قبل هجرته فهو مكي، وكل ما نزل بعد هجرته فهو مدني. هذه الصورة أقرب بكثير لتوضيح ما هو مكي وما هو مدني. وبالتالي لو نزل قرآن وهو في مكة، لو نزل قرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولكنه كان في الفترة المدنية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة إلى مكة ونزلت عليه آيات أو نزلت عليه سورة أو نزل عليه قرآن، حتى لو نزل في مكة فإن التقسيم بهذه الصورة هو أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. وبالتالي بهذا الشكل فإننا سنجد أن القرآن المكي يشكل 86 سورة في كتاب الله، وهذه مسألة طبعا لا بد لمن أراد أن يقف عندها، خاصة نحن إن شاء الله في الغايات القرآنية سنلاحظ أن القرآن المكي بهذا الحجم يحمل الكليات الكبرى، يحمل المقاصد العليا، يحمل كذلك القيم التي لا تتبدل ولا تتغير، يحمل الأخبار التي لا تنسخ، يحمل العقائد الثابتة والراسخة، يحمل قضايا الإيمان بالله وبوجوده وأسمائه وصفاته، كل هذه في القرآن المكي. يحمل كذلك أصول التشريعات، أصول قضايا التعبد، أصول قضايا القيم، أصول قضايا الحلال والحرام، هذه كلها سنلاحظ بأنها مكية. القرآن المكي إذن هنالك 4 أصول ثابتة فيه، يعني قضية الإلهيات، قضايا الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهو التعريف بالله سبحانه وتعالى والتذكير به والدعوة إليه. النبوات والرسالات، هذه برضو من القضايا التي يعني إثبات النبوة، إثبات نبوة النبي والتأكيد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها والتركيز على البينات وإقامة الحجج على ذلك، هذه مسألة مهمة جدا. مسألة ثالثة اليوم الآخر، أيضا من الأصول التي ركز عليها القرآن المكي، بحيث يعني العرب قريش تحديدا التي كانت قاسية إلى حد كبير، كيف تعامل القرآن الكريم بترقيق قلوبها. فعمر بن الخطاب المعروف بشدته وعنفوانه وصعوبته كيف كان يبكي من كلام الله سبحانه وتعالى، كيف كان القرآن يؤثر عليهم. هذا الأصل الثالث، أصل إيه؟ يعني قلنا الإلهيات والنبوات والرسالات، ثم موضوع اليوم الآخر. المسألة الرابعة إجمالا نجملها في أصول التشريع، كل أصول التشريع نازلة في مكة. العهد المدني كله تفريعات وجزئيات، يعني الأصول اختتمت تقريبا في مكة، وبدأنا بعد ذلك في العهد المكي في التشريع الجزئي والتفصيل الجزئي، كل التفاصيل لما كان في مكة عاما مجملا يشكل كقيمة كلية، نزلنا بعد ذلك في شكل تفصيلات كيف يمكن أن يتحقق هذا الأصل الكلي. هذه مسألة مهمة جدا في مسألة القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المدني آياته 28، سوره 28 سورة، إذن القرآن المكي 86 والقرآن المدني 28 سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث تقسيم القرآن ومن حيث تكوينه. نأتي إلى خصائص القرآن الكريم وأهميته ومكانته.
بلا شك القرآن الكريم له مكانة عظيمة وأهمية بالغة. اختص الله سبحانه وتعالى بها اختص الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، وجعل له مكانة سامية ودرجة رفيعة عنده سبحانه وتعالى وعند الناس. فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب جملة من الخصائص. هذه الخصائص تبين لنا أهمية القرآن الكريم، وتوضح لنا كذلك مكانته، وتجعلنا نتجه إليه بكليتنا حتى لا يكون هنالك أي تساهل. ويكفي في أهمية هذا الكتاب أنه رسالة الله إليك أيا كان. نحن الآن لما نقول رسالة الله إليك، أنت المشاهد، أنت المستمع، أيا كنت، تؤمن برسالة محمد ما تؤمن، لكن الكتاب موجه لك من اللحظة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام موجه إلى كل الناس، يعني النبي يا أيها الناس، يعني أول نداء في كتاب الله هو موجه لكل الناس. يا أيها الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأرسلناك للناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل البشرية ومبعوث لكل الناس، فهو رسول من اللحظة التي بعث فيه للجميع. وبالتالي لما أقول هذا الكتاب هو موجه إليك بشكل مباشر، مسلم غير مسلم، تؤمن ما تؤمن، هذا الرسالة موجهة إليك وتخاطبك بشكل مباشر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أنت مخاطب بها. يكفي أن تكون عظمة كل رسالة من عظمة المرسل. يعني الآن لو أي شخص ولله المثل الأعلى جاءته رسالة من رئيس جمهورية أو من ملك من الملوك أو من شخصية مرموقة، تاجر من التجار وعظيم من العظماء، فتجد بأنه يهتم بها ويعتني بها، وربما جمع لها الناس وقرأها مرة وثانية وثالثة، تارة ليستفيد منها، تارة ليبين عظمتها، ثالثا ليبين مكانته عند الآخرين، كيف أن هذا الشخص يراسله، وهكذا. فأنت بين يديك رسالة الله سبحانه وتعالى، كيف تتعامل معها؟ كيف تضع لها مكانة؟ من خلال عظمة تعظيمك لله وتقديرك لله وإجلالك لله، يكون إجلالك لكلامه ولرسالته وتعظيما لها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول للذين لا يهتمون بكلامه ولا برسالاته ولا يوقرون رسله ولا يهتمون بكتبه، يقول وما قدر الله حق قدره. سبحان الله، وما قدر الله حق قدره. وفعلا كيف أن الله يبعث إليك رسالة فيها هدايتك وفيها الطريق إلى الله، وفيها كيف تستفيد يعني كيف تستفيد في هذه الدنيا لتصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله يبين لك ما بعد هذه الحياة من أمور الغيب لا يمكن أن تعرفها بدون ذلك. ومع ذلك أنت تهمل هذه الرسالة وترميها أو تضعها في الرف وتجعلها أحيانا للتبرك. فإن شاء الله هذه المسألة على كل سنأتي في حلقة خاصة عن قضية هجر كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن دعونا الآن نتكلم عن خصائص القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم من خصائصه أنه القرآن الكريم مختص بثلاثة أشياء: أنه متضمن لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتضمن لبينات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهم خاصية في القرآن الكريم. طيب ماذا نعني برسالته، وماذا نعني بنبوته، وماذا نعني ببيناته عليه الصلاة والسلام؟ أي رسول من الرسل لا بد أن يأتي وهو مشتمل رسالته على هذا الموضوع، على هذه القضايا الثلاث. سأفصل ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. المشاهدون الأعزاء، عدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفعنا بما نعلم ونعلم، وأن يجعلنا من العاملين العالمين أو العالمين العاملين. ذكرت بأن من خصائص هذا الكتاب ومكانته وعظمته أنه متضمن لرسالة النبي ولنبوة النبي ولبينات النبي صلى الله عليه وسلم. أي رسول الأنبياء لهم نبوات، والرسل لهم نبوات ورسالات، وأي رسول لا بد له من بينات. النبي قد لا يحتاجه، لكن أي رسول ما يأتي برسالة للناس لا بد أن يأتي ببينات. طيب
ما هي النبوة وما هي الرسالة؟ نحن نقول نشهد بأنه نبي ورسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وهو رسول. النبي مأخوذ من النبأ ومأخوذ من الإنباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النبوة يتعلق بكل قضايا الأخبار والأنباء السابقة واللاحقة. قضايا الغيب كلها نبوات. الغيب السابق اللي هو ما حصل منذ بداية البشرية ومنذ بداية الخلق، وما سيحصل إلى نهاية الخلق، وما سيحصل ما بعد البعثة، كل ذلك يسمى نبوة. فعلم العقيدة بشكل عام يتناول قضايا قضايا النبوءات. فالعلوم النبوية هي عبارة عن عقائد وغيبيات وأنباء وقصص. فالقصص القرآني كله يأتي في الأنباء، ذلك من أنباء الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له نبوات أخبر بها سابقا متضمنة في القرآن الكريم، وله قضايا أخبر بها لاحقا متضمنة في الكتاب أو متحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينبئ ويخبر. كل ما يتعلق بالأنباء والأخبار التي إما أن نتعامل معها بأمرين، نصدق أو نكذب، ما عندنا شيء ثاني. بالنسبة لعلم النبوات وهي علوم ومعارف، يعني النبوة باختصار هي علوم ومعارف. العلوم والمعارف إما أنها حقائق فتصدقها، وإما أنها باطل فتكذبها، وليس أمام الإنسان إلا أن يصدق أو يكذب، بخلاف الرسالة. طيب إيش الرسالة؟ الرسالة هي عبارة عن أوامر ونواهي. الرسالة أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. النتيجة إما أنك تلتزم أو لا تلتزم، تطيع أو تعصي. لاحظنا يا إخوان كيف أن النبوة هي عبارة عن تصديق أو تكذيب، يعني هي عبارة عن أخبار. هذه الأخبار إما أنها حقائق وإما أنها ليست حقائق، فإن حقائق تصدق بها، ليست حقائق تكذب بها. قضايا الحق كلها نبوات. الرسالة شيء آخر، الرسالة هي عبارة عن الأوامر والنواهي، وبالتالي قسم العبادات الأوامر فيه، قسم المعاملات الأوامر فيه، والنواهي رسالة. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة مثلا الصلاة والصيام والزكاة والتفاصيل التي فيها عبادات أو فيها معاملات، هذه رسالة. قضايا العقائد هذه نبوة. قضايا العقائد هذه نبوة. طيب ما هي البينات؟ ما هي البينات؟ البينات هي الآيات التي يأتي بها كل رسول من الرسل لتكون دالة عليه أن ما جاء به هو الحق، أن ما جاء به هو الحق. والبينات عموما كل رسول، ما في رسول من الرسل إلا وهو جاء ببينة من البينات. فمثلا صالح عليه السلام بينته الناقة. يعني موسى عليه السلام له 9 بينات، ولقد آتيناه 9 آيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فموسى عليه السلام له 9 بينات. عيسى عليه السلام له بينات معروفة، بينات مثلا أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذن عيسى عليه السلام له مجموعة بينات. فتصوروا إذن كم هي بينات النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد أحيانا نحن نتصور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيناته انتهت معه. كل الرسل بيناتهم انتهت معهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البينات السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم بينات مادية. موسى زي ما ذكرنا العصا وكذا تنتهي معه. صالح عليه السلام الناقة تنتهي معه. عيسى عليه السلام بيناته كانت مادية تنتهي معه. إلا بينات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متضمنة داخل الكتاب. جزء منها تكشف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء منها لم يتكشف بعد. هذه القضايا، يعني هذه القضايا الثلاث تبين لك عظمة هذا الكتاب، بأن هذا الكتاب يتضمن لك كل النبوات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن لك رسالته من أحكام وتشريع وحلال وحرام، ويتضمن لك كذلك البينات التي فيها أن هذا الكتاب حق، وأن هذا الكتاب حق ليست فقط هي للعرب الأوائل فقط، لا، سيظل هذا الموضوع مستمر معنا إلى قيام الساعة وموجودة. هذه البينات موجودة في كتاب الله. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. فسورة النور مثلا من السور اللي فيها آيات بينات. هذه الآيات البينات تتجلى فيها الإعجاز، تجلى فيها الإعجاز القرآني، وأن هذا الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى متضمن لهذه البينات، تتكشف مع الزمن. فليست كل البينات انتهت مع الصحابة أو انتهت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هنا أربط ما بين الأنفس والآفاق وما بين أن هذا الكتاب حق. طيب كيف سيكون الربط؟ بمعنى
أن هذا الكتاب متضمن لجملة من القضايا متعلقة بالنفس البشرية ومتعلقة بالكون الطبيعي. مع الزمن يرينا الله ذلك ويكشف الله لنا ذلك حتى نستطيع أن نربط ما بين هذا الكتاب الذي نزل قبل 1400 سنة وما بين هذه الحقائق العلمية والمعرفية التي تتكشف لنا. هذه القضية مهمة جدا. وبالتالي البينات فائدتها أن المسلم عليه في كل مرحلة من المراحل أن يبحث عن البينات الكتابية حتى يستطيع أن تساعده في الرسالة والنبوة. يعني الآن هل سنقول والله الشخص الروسي أو الشخص الأمريكي أو الشخص البريطاني لا نستطيع أن نقيم عليهم بينات ولا نستطيع أن نقيم عليهم الإعجاز من خلال القرآن الكريم؟ وهل فقط سنجعل الإعجاز إعجاز لغوي بياني فقط، أم أن والله هنالك الإعجاز الذي يتعلق باللغة ويتعلق بالفصاحة والبيان والبلاغة، وهنالك إعجاز آخر يتعلق بالمضمون الذي تحمله هذه اللغة نفسها؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا. فإذا أنت هذا الكتاب عظمة هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب تنبع من أنك أنت يسلحك هذا الكتاب بعلوم ومعارف نبوية وأحكام تشريعية ورسالية وبينات كذلك متعلقة بإثبات ما أنت عليه بأنه الحق. وهذا ما نلاحظه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، كيف أن العلماء الذين يشتغلون بالإعجاز بكل أنواعه، الإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز الرقمي وسنرى بأن هنالك الكثير والكثير مما يتضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان للأسف الشديد أسمع بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنتم بعد أن يكتشف الآخر تقولون والله هذا موجود في الكتاب. ليس مهما من الذي يكتشف، لأن قضية الحقائق واكتشاف الحقائق ليس بلازم أن يكون والله يكتشفه زيد بن عبيد. يهمنا فقط هل والله ما تم اكتشافه حقيقة، وهل هذه الحقيقة موجودة في كتاب الله كبينة من البينات وسابقة، لأن الله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبالتالي كيف نستطيع الاستفادة من كل العلوم ومن كل المعارف التي هي في عصرنا لنجعلها ذخيرة وعدة وسلاحا نستخدمه في تعزيز قوة كتاب الله بين الناس ورسالة الله بين الناس، حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله ويشهدوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي هذه المسألة هي ما يريده الله بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا بعض الناس يفهم كلمة بصيرة هنا وكأن والله هي الوعي أو الإدراك. لا، البصائر في القرآن الكريم هي البينات، والبينات هي الآيات المعجزات، فتسمى آيات وتسمى بينات وتسمى بصائر وتسمى بصيرة. كل هذه هو القسم الذي يتعلق بالبينات من الأمر، فالله سبحانه وتعالى ذكرها في الأنبياء السابقين كما ذكر عن عيسى يعني أو عن بني إسرائيل آتاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب والحكمة، قال وآتيناهم بينات من الأمر. هذه البينات آتاها الله سبحانه وتعالى للسابقين وآتاها كذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الكتاب من أهمية يعني ينال أهمية، يعني الكتاب ينال أهميته ومكانته وأن نعتني به في أنه يتضمن لنا هذه القضايا الثلاث. الأمر الثاني أيضا اختص الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأن جعله كتاب الهداية وكتاب الرشد وأنه الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالكتاب هو الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه، أي كان ميتا قبل الكتاب وصار حيا بعد الكتاب. وهو كتاب بشرى يبشر المؤمنين، وهو كتاب رحمة للعالمين، وهو كتاب إنذار ينذر الله سبحانه وتعالى عباده ويخوفهم، وخاصة يخوف الكافرين مما ينتظرهم من جهنم ومن عذاب، وكذلك يخوف المؤمنين بأنكم عليكم أن تجتنبوا الطرق الخاطئة والطرق غير مصيبة والتي ليست صائبة. وكذلك هو برهان للناس عامة وللمؤمنين خاصة. إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا الكتاب بشرى للمؤمنين وإنذار للكافرين ورحمة لكل الناس، وما أرسلناك إلا رحمة. فالله سبحانه وتعالى وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرحمن الرحيم، ووصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه كتاب رحمة، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
ووصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم. إذا نلاحظ هذا من خصائص هذا الكتاب أنه كتاب الهداية، فمن أقبل عليه استفاد هدى، واستفاد بشرى، واستفاد نقاء، واستفاد شفاء، واستفاد عافية، واستفاد نور، واستفاد برهان، واستفاد بيان، وهكذا. يعني كل الأوصاف التي ذكرناها تختص كذلك بهذا الكتاب العزيز. ثالثا، هو الكتاب الذي يعتبر المعجزة الخالدة حتى قيام الساعة، آخر معجزة وآخر المعجزات النبوية والرسالية متضمنة في هذا الكتاب. ولكن الإشكالية دائما ترد في أن البينات الرسالية والبينات التي متضمنة في الكتاب، إشكالية الذين عاشوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزء من هذه القضايا ما كانوا يستوعبونها، ما قادرين زي ما تقول يعني يواكبوا هذه الرؤية المعرفية المتقدمة. يعني كان يفترض أن يقولوا هذا ليس كلام محمد، وبالتالي هذه قضية أبعد من محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الأرضية المعرفية المتاحة لمحمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتيح له هذا الكلام، لا يمكن أن تتيح له الحديث عن عوالم البحار وعوالم الفلك وعوالم الكون والتاريخ الغابر والغيب اللاحق، هذه لا يمكن بأي شكل من الأشكال. ولكن كذبوا. المشكلة أن المشركين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كانت هذه مشكلتهم. يعني ما كانت مشكلتهم والله إنه والله نصلي أو لا نصلي، نصوم أو لا نصوم، هذه قضية كانت فرعية. لكن المشكلة الرئيسية أن هذا الكتاب يتضمن حقائق بالنسبة لهم لا يعلمونها، لا علم لهم بها. فبدلا أن يقولوا بأن عدم العلم بهذا الأمر لأنه جاء من جهة متعالية وليست من جهة أرضية، لم يتعاملوا بذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وكذلك كذبوا بما لم يأتي تأويله بعد. فهنالك من القضايا ما يأتي تأويلها لاحقا. نحن الآن يكشف الله لنا أمور لم يكشفها للسابقين، وسيكشف الله للاحقين أمور لم يكشفها لنا، وهكذا سنريهم آياتنا في الآفاق. فعموما هو المعجزة الخالدة حتى قيام الساعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وسيكون لنا بإذن الله سبحانه وتعالى مواصلة في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.